اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع منجز، ورجعنا لكم بعد فتره غياب يعني كانت متوقعه جدا مع الامتحانات والضغط اللي بيكون علينا في وقت الامتحانات. رجعنا دلوقتي مع فيديو جديد مع منجز، وهنشوف النهارده حاجه بقى من الحاجات التحف اللي انتوا تستنونا وتسالونا عنها، ومن النوادر برضو رغم انها شكل مش معروف. طيب ليه شكل مش معروف؟ لان الشكل المدور ده من الولاعات بيكون قليل جدا ان انت تشوفه، والشكل اللي معانا اللي ولاعه مدوره قليل لما بنشوف ولاعه مدوره، يعني حاجات قليله جدا لما بتعمل ولاعه مدوره. هنا بقى لازم نعرف اسم الشركه واسم الدوله المصنعه. هنا نعرف على طول ان دي اختراعات اليابان من ولاعه وين. شركه وين بتبهرنا دايما باختراعاتها القويه جدا، واليابان دايما بتبهرنا باختراعاتها القويه. مكان الملو منين يا منجز؟ مكان الملو بتاعها من تحت هنا، وده برده نفسه مكان زياده الشعله وتقليلها. اما ده مكان تغيير البطاريه. هتقول لي بطاريه؟ بطاريه، لان الولاعه بتشتغل بحجر 12 فولت، لان طريقه اشعالها سهله جدا. ضغطه كده رفع الزرار لفوق بالشكل ده هنلاقي الولاعه اشتغلت. بجرب معاكم الولاعه لاول مره، والولاعه شغاله وبكفاءه، ما فيش فيها ادنى مشكله. ممكن يكون التعليق ده بسبب الهواء اللي في المكان، لان انا بصور بصراحه في البلكونه، فممكن يكون بسبب الهواء اللي في المكان. فيعني نتعشم من الله ان احنا نصور بعد كده في مكان مغلق. الولاعه شغاله وبكفاءه، ما فيش فيها ادنى مشكله. ولو عجبكم الفيديو ما تنساش دوس لايك، سبسكرايب، اعرف طبعا ان انا اشترك في القناه، واشوفكم في فيديو جديد. ده سلام.